السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية كده ان شاء الله. عاملين ايه في التلج دوت؟ الجو تلج 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 طبعا، واحد عنده برد، فيحاولوا بقى كده يشربوا المشروبات اللي بتدفي وخدوا فيتامين سي، برتقال، ليمون، وربنا طبعا ان شاء الله يعدي الفترة دي على خير. بصوا انا النهارده بقى ايه، عندي برد وتعبانة جدا. هعمل وصفة حلوة جدا وبسيطة وجميلة جدا وإن شاء الله هتعجبنا كلنا، وإن شاء الله ممكن تعتمدوها في رمضان للعزومات أو تعملوها في أي وقت، وهي سهلة وجميلة وبسيطة. معايا الصينية أهي، معايا بصوا قطع لحمة أهي. طبعا دي لحمة بلدي أنا بجيبها من عند الجزار، مش بغسلها خالص، أنا مش بغسل اللحمة خالص 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 يا جماعة. بصوا بقطعها قطع مكعبات، بصوا صغننة، مكعبات صغننة أهي. بصوا حبايب قلبي، مكعبات صغننه. ومعايا الصينيه دي اهي كده، حطها على النار. احط بقى في الصينيه حته سمنه صغيره، ان شاء الله كده نكمل الوصفه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. حطيت السمنه اهو، معايا كام ورقه لورا كده. بصوا انا بحب ورق اللورا جدا يا جماعه في الاكل، وبحبه في الرز كمان جدا، بيدي طعم جدا. اهو كام ورقه كده بيدي طعم حلو جدا برضو في الرز، في المكرونه. هنزل بقى ايه، هنزل بقى بايه، باللحمه القطع ديت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هسيب اللحمه كده لحد ما تفك كل ميتها، لحد ما تفك كل الميه بتاعتها خالص، هوطش عليها خالص واسيبها تفك الميه بتاعتها، عشان انا هعملها بالصوص الديمي جلاس، فانا عايزه الصوص كله يبقى بني مع بعض. انا اسيبها كده خالص، مش هحط لها اي حاجه، واطش عليها واغطيها واسيبها تفك كل الميه بتاعتها. ان شاء الله بقى كده لما ارجع نشوف هنكمل هنعملها ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، انا شوحتها طبعا تشويحه حلوه. بصوا خليت لونها عامل ازاي، على فكره دي لونها حلو جدا جدا جدا. بصوا خليت لونها بقى، بشوحها باللورة والسمنه، مش تشويحه حلوه كده، واديها بق ميه صغيره. وطبعا اقطع كميه بصل حلوه هنا اهو، انزل كده بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البصل الكتير بيخليها مسكره جدا وبيخليها حلوه جدا اهو. انزل برضه بالبصل بقى كده واقلبها برضه، واسيبها في قلب البصل واوطي عليها خالص لحد ما تنزل الميه. وبرضه في البصل ريحتها حلوه جدا طبعا لما شوحتها بالسمنه مع الورق اللورا. انزل بقى بيها كده، اسيبها بقى كده برضه في قلب البصل، واوطي عليها شمعه عشان البصل برضه ينزل ميته، لان البصل مع اللحمه بيسكر اللحمه جدا. هسيبها بقى كده في قلب البصل، ان شاء الله نشوف هنضيف ايه تاني عليها. بصوا بقى حبايب قلب لونها مع البصل، بصوا بقت عامله ازاي. وانا عندي هنا فلفل وشويه توم كده حلوين، برضو هضيفهم هنا، هنزلهم كده. طبعا احنا لما بننزل بالثوم، ريحه الثوم بقى بالفلفل مع اللحمه حاجه كده روعه جدا. ننزل كده بقى بالثوم. معايا هنا بصوا، معايا هنا برضو جوز الطيب، ابشر بس بشره كده بسيطه من جوز الطيب. بصوا بشره بسيطه كده من جوز الطيب، وانا ببشرها على اللحمه. بصوا بقى انا دوبت صوص الديمي جلاس اهو، دوبته في شويه ميه، بس طبعا لازم ناخد بالنا علشان لو احنا حاطين مرقه دجاج او ملح، لان هو شويه بيبقى حادق. ايوه حادق طبعا شويه. هاخده بقى كده، بصوا هضيفه هنا اهو. هتدوقوا احلى لحمه بالصوص ده، بجد 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 هتبقى روعه. نسيبها بقى كده. انا بحب ايه، النار تبقى هاديه جدا. اسيبها كده واغطي عليها ونسيبها بقى كده مع نفسها، ان شاء الله يطلع احلى طعم. بصوا بقى بعد كده بعد ما خلصت خلاص، بصوا عامله ازاي الصوص، لونه عامل ازاي. لو حابين تدخلوها
تكملوا السوا في الفرن دخلوها، مش حابين هي كده حلوه جدا. وحطيت فيها بصوا قطع البطاطس ديت، طبعا انا مقطعه قطع البطاطس تخينه شويه او كبيره شويه علشان تستحمل وما تتهريش، تبقى القطعه ايه طالعه سليمه كده. بصوا لونها عامل ازاي، وبصوا اللحمه دايبه ازاي، قطع حلوه جدا. الصوص بقى لونه روعه، الصوص مع البطاطس. وعملنا جنبها هنا المكرونه المحمره دي اهي، حلوه جدا برضو وجميله مناسبه معاها. يا رب بقى الاكل كده تعجبكم، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.